لما نشوف ايه اخرتها مع الجو ده. الجو تلج يا جماعة، عايز حاجات سخنة، عايز حاجات تدفينا وتدينا طاقة، وانا بصراحة مش هتخن لوحدي. يلا بينا نعمل حلو لذيذ وسهل وكل مكوناته في البيت. قوموا بسرعة زيي، هاتي حلة حطي فيها قطعة من الزبدة او معلقة سمنة كبيرة مع شوية زيت، واهم حاجة يكون زيت نوعه كويس. نزلت عندي بشوية من الشعرية، ده كان حوالي 3/4 كيس، ما كانش كيس كامل. وهبتدي ان انا اديله تشويحه يمين وشمال. انا عايزه لونها يكون ذهبي لان ده هيفرق جدا في شكلها في النهايه اثناء التقديم. لو خليتيها فاتحه هيكون لونها باهت ومش كويس. خليها كده لونها ذهبي وسط، وطبعا تكوني مجهزه كل المكونات جنبك علشان ما تروحيش لا يمين ولا شمال ولا الشعريه تتحرق مننا. وصلتها للون الجميل ده. في المرحله دي هنزل ب3 معالق من جوز الهند. طبعا لما بنزل عليها والشعريه سخنه بالشكل ده بتطلع معايا ريحه جباره يا جماعه. ونزلت حوالي 3 أو 4 معالق من السكر، وطبعا دي حاجه اختياريه بالنسبه لك، في ناس تحب السكر هادي وفي ناس تحبه متوسط كده زيي. في المرحله دي هنزل بباكت من الفانيليا، مع انه حلو سهل وبسيط الا انه كان قالب ريحه البيت. ونزلت عليه بميه سخنه من الكتل زي بالظبط ما بتحطي مقدار ميه على الرز، وسيبيها تعيش حياتها، وبعد شويه هنديها تقليبه تاني تكون استوت. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل صوص حلو جدا ومميز هننزل بيه على الشعريه. في العادي او في الغالب ممكن ان انتوا تاكلوها كده، ولكن احنا حابين ندلعها ونطعمها. كان معايا هنا حوالي 3 كوبايات من الحليب. هنزل عليه ب3 معالق من النشا، واهم حاجه كل الخطوات دي تكون على البارد. انا عندي هنا البوتاجاز كان مطفي. بعد ما نزلت ب3 معالق من النشا هنزل بفانيليا سايله زي ما انتم شايفين كده، و3 معالق من السكر. انا هنا عامله مهلبيه قوامها خفيف. في الغالب علشان يكون سمكها مظبوط لو هتعملي مهلبيه بس ال3 كوبايات تاخد معاكي 4 معالق من النشا. انا هنا اكتفيت ب3 معالق فقط. عايزاه صوص كريمي خفيف في نفس الوقت يكون نازل جوسي كده مع الشعريه، والموضوع هيكون حلو جدا في النهايه. بعد ما اديته تقليبه شغلت البوتاجاز وابتديت ان انا اقلبه لحد ما بدا معايا في مرحله انه يتقل بالشكل ده. هو ده القوام اللي انتوا شايفينه اللي انا عايزاه. مفيش اجمل ولا اسهل من كده. طبعا ايدك فيها علشان ما تكتلش، دي اهم حاجه. في المرحله دي كانت خلاص الشعريه عندي بسم الله ما شاء الله استوت. شايفين لما اديناها تحميره حلوه لونها بقى جميل ازاي اثناء التقديم؟ لونها بقى حلو جدا. في المرحلة دي أنا هغرف بس. طبعا في عندي جزء بيحب ياكلها مع الصوص ده، وفي جزء بيحب ياكلها كده ناشفة زي ما هي، فأنا هرضي جميع الأذواق ومش هنزل بالصوص على كل كمية الشعرية. هغرف كده طبقين شعرية سادة بدون أي حاجة، وهي لوحدها جبارة. كانت دايما والدتي الله يرحمها تعملها لنا كده سادة بس. في ناس بتنزل عليها بحليب، لكن احنا حبينا ندلع الأمور شوية وخلينا مهلبية خفيفة. تغري فيها بقى في أطباق، في كوبايات، في بولات صغنطوطة، في أي حاجة أنت تحبيها. وركزوا هنا بقى على القوام التحفة الجميل ده. الشكل ده يا جماعة بصراحة وهم أظن يجوع أي حد. وعلى فكرة بعد شوية هتلاقي قوام المهلبية ده تقل معاكي، هي مش هتفضل سايلة كده خالص في الجو التلج اللي احنا فيه ده. قوموا بسرعة اعملوها، دفوا أولادكم وحبايبكم، وقولولي ايه رأيكم في الوصفة. طبعا بعد ما نزلت عليها بالصوص الحلو ده قلت ادلعها، نزلت عليها بشويه مكسرات مبشوره. طبعا لازم كده ندي للحاجه حقها. وفي النهايه حبيت ان انا ادوق، ما اقولكوش الطعم رايح فين، وهي ساده حلوه وهي معاها الصوص احلى واحلى. تحس كده ان هي في حته تانية خالص. وبحبكم جدا واشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.